السلام عليكم أعزائي المشاهدين، تحية طيبة، مرحبا بكم. في هذه الحلقة غادي نهضروا بصراحة على المنتخب المغربي والمشاكل ديال الدفاع اللي عنده. مجموعة من النقاط اللي ولات كتقلق الجماهير، خصوصا المشاكل الدفاعية، اختلالات وسط الميدان، وحتى الهجوم تا هو راه ماشي مقنع 100%. غادي نهضروا حتى على الندوة الصحفية اللي دار السي وليد الركراكي اليوم، وبعض الأسئلة اللي الصحفيين صراحة كانوا كيطرحوها لها علاقة بالمشكل اللي واقع دابا والمشاكل اللي كاينة بالنسبة للدفاع وسط الميدان والهجوم. الصحافة كانت تطرح أسئلة بعيدة كل البعد على هذه المواضيع. المنتخب المغربي كيعاني، وهذا الشيء شفناه مؤخرا في جوج ماتشات ضد مالي، ضربة جزاء خطأ من الدفاع جواد اليميق تسبب في ضربة جزاء، وماتش تسالى بالتعادل. ضد تنزانيا كانوا اخطاء من ادم ماسينا، كيف ما تنشوفوا المحاوله الاولى عليه في الدقيقه 3 يلاه كيبدا الماتش كنا غادي نتلقاو هدف. في واحد عمليه الدفع اللي ارتكب ادم ماسينا في ماتش ضد تنزانيا، لحسن الحظ الحكم ما حسبهاش ضربه جزاء. وكاين تساؤلات اخرى، تساؤلات على القرارات ديال المدرب، علاش اللي ما اختارش شي لاعب اخر مثل باعوف مثلا عوض رومان سايس اللي معروف انه كثير الاصابات. رومان سايس هو تصاب، ما لعبش شحال من ماتش، وهذا كيخلي المشاكل الدفاعيه ديال المنتخب المغربي مستمره ومقلقه. والماتش ضد الكاميرون ما غاديش يكون ماتش سهل، ماتش صعيب وصعيب بزاف. خص المغرب يعطي كاع اللي في جهدو باش نقدو نتفوقوا على المنتخب الكاميروني. نمشيو دابا لوسط الميدان. الاداء ما كانش مقنع من بعض اللاعبين، خصوصا الاصابه ديال عز الدين أناحي جعلت على بان المكان ديالو يكون فارغ ويشغلوا اللاعب بلال الخنوس اللي ما كانش في المستوى صراحه، ما قدمناش ديك الاضافه اللي كنا كنتسناو بحال أناحي. اذا مازال وسط الميدان كيطرح مشاكل. سفيان أمرابط عديد من الجماهير ما متفقينش عليه. الطاقم التقني تيقول على بان سفيان أمرابط راه عنده اصابه في الكاحل. اذا ربما الاعتماد على نايل العيناوي مره اخرى، هادشي اللي غادي نشوفوه فاش غتخرج التشكيله رسميا. اما الهجوم فالمدرب ركز في الندوه الصحفيه على بان حمزه إيكامان رجع من الاصابه وغادي يقدر يلعبوا في المقابله المقبله. وانا كنشوف في نظري على بانه خصو يعطي دقائق اكثر لرحيمي، لان رحيمي حتى هو لاعب متمكن ويمكن له يعطي الاضافه للمنتخب. والمدرب هضر اليوم في الندوه الصحفيه بشكل عام وقال على بان خلاص الاصابه ديال أناحي راه بعداتو واحد الشهر ونص ما يمكنلوش يلعب، اذا تدوز المسابقه. سفيان أمرابط عنده اصابه في الكاحل. رومان سايس قال لك راه تحسن، كيحس بتحسن وغادي يرجع مع المنتخب ويقدر يلعب الماتش الجاي بضع دقائق. بالنسبه لوسط الميدان المشاكل اللي فيه هضر، قال على بانه عنده لاعبين بدلاء غادي يستعن بهم، وكاع لاعبين في المنتخب راهم لاعبين في المستوى الكبير. بالنسبه للهجوم اللي اكد عليه مرارا وتكرارا وهو غادي يكون حمزه إيكامان حاضر في الماتش الجاي، خصوصا على بان لاعب كان معاه في الندوه الصحفيه. وكما اكد بالمقابل ان المقابله ضد الكاميرون ما غاديش تكون سهله، بطبيعه الحال ماتش صعيب. كيف ما قلنا الكاميرون فرقه عندها لاعبين موهوبين، عندها لاعبين شبان، عندها لاعبين تيلعبوا في انديه كبار، عندها مدرب محلي طموح حتى هو. ولكن السي وليد الركراكي اكد على بان الفريق غادي يعطي كل شيء باش يربح، وقال حتى باللي الفوز بكأس افريقيا ماشي سهل ولكن ماشي مستحيل، ولازم علينا كمشجعين نثقوا في المنتخب وفي المدرب ونوقفوا كاملين يدا واحده باش نحققوا الهدف. شفنا جميع المباريات السابقه وما كانتش سهله. مثلا مصر، المباراه ديال مصر في دور 16 اللي انتهت بفوز المنتخب المصري ب3 أهداف لواحد، ما كانتش مباراة سهلة. كانت عندهم مباراة طويلة تمتد إلى 120 دقيقة، تمكنت خلالها المنتخب المصري بصعوبة يحقق الانتصار والعبور الربع النهائي اللي المنتخب المغربي يلعب الماتش ديال الربع النهائي.
ما نساوش رغم أن المنتخب المصري على الورق كان هو المرشح الأقوى لحسم المقابلة في 90 دقيقة، ولكن الحقيقة على أرض الميدان كانت تختلف تماما. المنتخب المصري ما قدرش يفرض الإيقاع ديالو على المقابلة ويحسمها في 90 دقيقة. المنتخب البنيني وقف هو وقفة رجل واحد ودافع على الحظوظ ديالو. لحسن الحظ مصر والخبرة اللي عندها في المسابقة هي اللي جعلتها تحسم هذا دور 16 وتعبر لربع النهائي. وشفنا الجزائر حتى هي في 120 دقيقة ديال العذاب باش تعبر دور 16 مع الكونغو الديمقراطية، فرقة ما كانتش سهلة، وقفات ليهم حتى هي ما خلاتش الجزائر تحقق الانتصار في 90 دقيقة الأولى، جعلوهم يمددوا خلف المنتخب جميع، وإن شاء الله نحققوا الانتصار. كان معكم عثمان من قناة عثمان شو. ما تنساوش التفاعل ديالكم، لايك، الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتنشكركم مسبقا. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.